في زمن غرق فيه الناس في الظلم والضلال وأعرضوا عن دعوة التوحيد، أرسل الله نبيه نوحاً عليه السلام يدعو قومه إلى الإيمان ويذكرهم بيوم عظيم، ولكنهم ما زادتهم دعوته إلا نفوراً 950 عاماً وهو يدعوهم ليلاً ونهاراً، وقليل هم الذين آمنوا. فأوحى الله إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وبنى نوح السفينة وحمل فيها من كل زوجين اثنين، والذين آمنوا معه، وكان معه أبناؤه الثلاثة سام وحام ويافث. وأما زوجته فلم تكن من المؤمنين، خانته في الدين فكانت مع الهالكين. وكذلك ابنه الرابع كنعان قال له النبي نوح: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فغرق كما غرق قومه. وأخيراً رست السفينة على جبل الجودي وانحسر الماء وبدأت الحياة من جديد، وكانت النجاة في ذرية نوح، فقد قال الله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. سام أبو العرب والأنبياء، الابن الأكبر والأقرب إلى قلب أبيه، كان تقياً باراً، ومن نسله خرج خيار البشر من ذريته: العرب والعبرانيون والآشوريون والفرس. ومنه جاء إبراهيم الخليل، ومن نسل النبي إبراهيم موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. حام أبو الشعوب الأفارقة، من نسله جاء مصرايم أبو أهل مصر، كوش أبو السودان والنوبة، وكنعان أبو ساكن أرض فلسطين ولبنان. ويقال إنه أصل الشعوب السمراء في إفريقيا، وأنهم عرفوا بالقوة والثبات. يافث أبو الشعوب الأعجمية، ومنه تفرعت الأمم في شمال الأرض وشرقها. من نسله جاء اليونان والروم والفرس والهند والصين والترك والمغول والروس. وفي بعض الروايات كان من ذريته يأجوج ومأجوج الذين سيخرجون في آخر الزمان. من سام خرج الأنبياء والعرب. من حام تفرعت شعوب إفريقيا. ومن يافث ولدت أوروبا وآسيا في سفينة واحدة. نجا النور وبقي الأمل، وفي أبناء نوح تمدد الإنسان ورجعت الحياة للأرض، وجعلنا ذريته هم الباقين.